السلام عليكم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا نحب نتدبر ماذا أنزل إلى رسول الله من ربه. أصحاب التدبر تجدون أن الله أنزل القرآن، الفرقان، الحكمة، يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون إلى آخره. هذا ما أنزل على رسول الله من ربه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني بلاغ أو تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لكل هذه الأربع أمور هي ما أنزل على رسول الله، وهي رسالته. لا يمكن أن يكون القرآن وحده دون تبيان، لا يمكن. لو أن الله بعث القرآن فقط بدون تبيان لأصبحنا اليوم لا نعلم شيئا في هذا الكتاب. عندنا كتاب لكنه مجهول التبيان، ثم إن علينا بيانه. لما تكلمنا لكم في فيديو قديم وذكرنا لكم باللي جماعة الله سبحانه وتعالى لما يذكر البلاغ هنا الخطاب موجه للكفار، إنما عليك البلاغ. لكن عندما يذكر البلاغ المبين الخطاب هنا يكون موجه للذين آمنوا بمحمد كرسول وآمنوا برسالته اللي هي التوحيد. إذن هنا والبلاغ المبين كلهم مترابطين. لهذا جعل الله أو قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. حفظ قرآنه كما حفظ سنته. فكيف حفظ سنته؟ من بين حفظ سنته أنه زوج رسوله صلى الله عليه وسلم بعائشة في سن صغيرة، في سن 9 سنوات، حتى تمكث بعده 48 سنة تعلم الناس ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما شاهدت في بيتها، لقوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. علمت الناس 48 سنة الحكمة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربع الحديث يتلى على لسان عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن حفظ الله قرآنه وحفظ سنته بهؤلاء، بعائشة، مسلم، البخاري، وكل الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولا عزاء على منكر السنة ولا على المنافقين. أعطيكم آية خوتي، أبقى معي. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.